السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل بقى استكمالا لأكل العيد وحلاوة أكل العيد. العيد ما بيحلاش إلا بالفتة، يعني العيد الكبير أو عيد الأضحى، يعني الفتة دي بقى ليها تكات وحركات كده. لما تظبط معاكي تبقى طبق الفتة بتاعك ده يجيب ريحته آخر الدنيا. اللي بتظبط الفتة وتخليه ايه بقى حلو كده وجميل، الصلصة. مش اي طماطم واي توم واي حاجه تتعمل تبقى هي دي صلصه الفته، او النكهه الجميله اللي ليها تكات وحركات. نعملها مع كنة ملذة وطب مع رندا محمد. هتظبطيها وتبقى معاكي احلى فته ان شاء الله. صلصه الفته جميله وحلوه بريحه ونكهه الخل الجميل. مكوناتها ايه؟ بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. معايا مقدار من الطماطم، انا ضرباه في الخلاط ومصفياه. يا جماعه لما تضربوا الطماطم في الخلاط صفوها، الطفل الصغير ده القشر بتاع الطماطم ده بيبقى مش حلو في التسبيكه. ومعايا معلقه كبيره كده حلوه توم، لان هي اساسها ريحه التوم والخل. ومعايا نص فنجان خل. الخل والثوم حسب مقدار الطماطم اللي هتعمليها، يعني ما تعمليش مثلا كوبايه طماطم وتحطي نص فنجان خل، لا، بنسبه وتناسب. يعني كل ما بتقل كميه الطماطم تقللي نسبه الخل والثوم. دوت الحقيقه كيلو طماطم معصور ومتصفي. فانا هحط له بقى معلقه الثوم الكبيره دي ونص فنجان اللي هو الصغير ده خل. هنروح بقى مع بعض على البوتاجاز عشان نعرف التكات والحركات لصلصه الفته. هنزل بقى بالمادة الدهنية بتاعتي. عندك سمنة، عندك زبدة، اي حاجة. ممكن تعمليها بزيت الذرة، بس بصراحة الفتة ما تبقاش فتة الا بالسمن كده وريحته تفحفح زي ما بيقولوا. اول بقى ما تسيح السمنة بتاعتي، هنزل بالثوم وهقول لكم ايه الحركات والتكات اللي هنعملها لما السمنة هتسيح. السمنة بتاعتي اهي بقى خلاص ساحت. هنزل بمقدار الثوم اللي معايا. الثوم يا جماعة غير البصل، الثوم ما تخليهوش يتحمر، يعني لونه ما يبقاش بني. البصل لو اتحمر او زاد منك شوية ما بيجراش حاجة، ليه؟ ما بيمررش. لكن الثوم لو لونه اتغير بيمرر معاك. فانا يا دوبك يدبل بس كده. وهنعمل ايه بقى؟ مش هنزل بالطماطم خالص دلوقتي. اول ما يلون اهو كده هنزل بقى بمقدار الخل. مقدار الخل اللي انا نزلت بيه ده، انا مش هنزل الطماطم دلوقتي، لازم الخل والثوم يغلوا. هسيبهم يغلوا كده ويتجانسوا مع بعض ويتشربوا كده مع بعض. شايفين غلوا مع بعض ازاي؟ ابدا بقى انزل بالطماطم الحلوه بتاعتي دي. هنحط ايه؟ هنحط فلفل اسود بس، والملح انا بحب احطه في الاخر عشان ما تحدقش مني. هحط بقى مقدار كده من الفلفل الاسود بيخليها حلوة جدا. مش هحط الملح زي ما قلت لكم علشان ايه ما تحدقش الصلصة بتاعت الفتة مني. وهقفل هوطي عليها، لا مش هوطي، هسيبها بقى تتسبك، بس مش هتتسبك للاخر. وهسيبها ما تتسبكش للاخر ليه؟ هقولكم اول ما تتسبك. زي ما انتوا شايفين اهي، انا ما بحبهاش تتسبك للاخر علشان ما تبقاش صايصه معاكي على وش الفته. لو انت مش بتحبيها كده ممكن تبقي تزودي لها الميه دلوقتي او حبه الشوربه. ليه دلوقتي قبل ما تتسبك؟ عشان برضو ما تبقاش صايصه معاكي. انا هنزل بقى بشويه الملح لان انا كنتش مملحاها. دايما ملحي حاجتك في الاخر عشان ما تبقاش حادقه وتحدق معاكي وتبقى جميله. ريحتها طبعا في منتهى الجمال. لو انتوا واقفين معايا دلوقتي هتشموا احلى ريحه لاحلى فتة، لاحلى صلصه فتة. بصوا انا ده التقل اللي انا عايزاه. بصوا تقيله ازاي، هي دي بتبقى حلاوه الفته. تنزل على العيش بتاعك وعلى الرز تبقى جميله. بصوا اهي ده التقل. حلو الكلام.
اهو زي ما انتوا شايفين اهي، جميلة جدا، ريحتها حلوة قوي. اظبطي التوم بتاعك والخل، هتلاقيها بقت معاكي زي الفل، واحلى صلصة لاحلى فتة. كل سنة وانتوا طيبين. لو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان توصلك مني كل الاشعارات. قناة ملذة وطاب، هتلاقوا فيها ألذ الاكلات واطيب الوصفات. سلام عليكم.